السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في زاويه صغيره من قلبي وفي من القلب للقلب. بعد اول حاجه اواشركم مبروكه رمضان مبارك سعيد، ويا ربي تخلي لكم الصحه والهنا وراحه البال. الفيديو اليوم غيكون على رمضان النيت، رمضان اللي كنتسناوه عام كامل، كنفرحوا به، كنوجدوا له، كنقولوا هذا العام غادي يكون حسن. ولكن واش عمرنا سولنا راسنا سؤال بسيط؟ واش في رمضان كنرجعوا لسيدي ربي ولا كنرجعوا حتى لراسنا؟ حيت بزاف د المرات كنتجلاو في الزحامه ولا في التخربيق ولا في الرواج اللي كاين في الحياه. كتدينا الحياه، متطلبات الحياه، علاقاتنا مع الناس، الصوره اللي خاصنا نبانو بيها، الدور اللي خاصنا نلعبوه، وكننساو شكون حنا اصلا. رمضان راه ماشي غير امتناع على الاكل والشرب، رمضان هو راه امتناع على حتى داك الضجيج، داك الصداع، داك الرواج. هو فرصه باش نسكتو شويه ونسمعوا لداك الصوت اللي داخل ديالنا، اللي كنلاهيوه سواء بالتليفونات، بالسكرول، باني نخرج مع ناس اخرين. كنبغي نعمر وقتي باش نسكت داك الصوت اللي داخل، اللي الا سمعت ليه راه غينفعني، ماشي نهرب منه. حيت كل ما كتهرب من داك الصوت اللي في دماغك، كل ما كيتبعك كيولي كيولي عدو ليك. في حين انه انت هذيك الهضره اللي كتسمعها في دماغك راه ممكن تكون هي الوسيله، هي اللي توريك الطريق اللي خصك تمشي فيه. داك الصوت اللي كيسول بعض المرات، كيسولنا بعض المرات شي اسئله اللي ما كنبغيوش كنتفاداو اننا نسولوهم، ولا كنتفاداو اننا ما كنعرفوش نجاوبوا عليهم، ولا ما عرفتش شنو كيوقع لنا. اللي هو مثلا واش انا مرتاحه، واش انا قريبه من الله، غير بالهضره، ولا غير زعما غير سطحيا. واش انا كنعيش الحياه اللي باغياها، ولا غير كنساير وكنمثل وصافي وغا عايشه باش نعيش وصافي. مطلوب مني ندير هذا الدور هذا كنديرو وصافي. يمكن اكبر خساره ماشي اننا نغلطوا، اكبر خساره هي اننا نعيشوا بعادين على راسنا. ورمضان كيجي بحال شي رساله، كيقول لنا رجع، راه مازال عندك فرصه، فرصه باش تصلح، فرصه باش تسامح، فرصه باش تبدا من جديد. ولكن قبل ما نبدلو حياتنا خاصنا نرجعوا لراسنا، نسولوها شنو كيضرك، شنو خاصك، مناش كتخافي، شنو كتخافي تقولي. يمكن انت قويه قدام الناس ولكن ضعيفه بوحدك، يمكن كتضحكي ولكن قلبك محتاج واحد الحضن، يمكن كتقولي الحمد لله ولكن داخلك عامر بالاسئله. ورمضان ما كيطلبش منك تكوني مثاليه ولا تكون مثالي، كيطلب منك تكون صادق وتكوني صادقه مع راسك، تكوني صادقه في دعائك، تكوني صادقه في دمعتك، في محاولتك. رجوعك لربي كيبدا برجوعك لراسك هو الاول. حيت الا ما تصالحتيش مع راسك غتبقى اي عباده شكل بلا روح، غي عاده ماشي عباده. رمضان راه فرصه باش ننظفوا قلوبنا، ولكن حتى فرصه باش نسمعوا ليه. يمكن خاصك تسامح لشي حد، ويمكن خاصك تسامح لراسك. يمكن خاصك توقف واحد العاده، ولكن يمكن غير خاصك تبدا واحد العاده صغيره. ولكن بصدق ما تضغطش على راسك تكون افضل نسخه في 30 يوم، كن فقط نسخه حقيقيه، قريبه من الله وقريبه من راسها. كن قريب من راسك. باش نسولك انا اقرب انسان ليك، اغلبيتنا يقول لك يا ماما، بابا، خويا، اختي، صاحبتي، صاحبي، جو سي با، ما عنديش اصلا شي شخص قريب ليا. ولكن راه العكس، خص الجواب ديال هذا السؤال يكون هو راسي. اقرب انسان قريب ليا وكيفهمني وكيهضر معايا وكيسمع ليا الى اخره هو راسي. راسي بعدا انا الاول. عادش كيف ديجا قلت لكم في الفيديو الاخر، عادش نقلب انايا شي حد يفهمني ولا يسمع ليا ولا يهضر معايا. تنهضر بعدا مع راسي انا، شي حاجه ما كنقدمهاش لراسي وباغا شخص اخر يقدمها ليا، اولا باغا نقدمها لشخص اخر. فكوني فقط نسخه حقيقيه، وكون نسخة حقيقية قريبة من الله وقريب من راسك. وخلي رمضان يكون بداية علاقة جديدة، ماشي غير مع الله ولكن حتى مع راسك. إلا كان هذا رمضان فرصة واحدة، خليه يكون فرصة ترجعي لراسك. فرجعي لراسك ورجع لراسك، وكونوا قراب من راسكم. فاش كنقول هاد راسك 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 راسك، كاينين اللي كيضحكوا عليا، واولهم اصلا الناس اللي قراب ليا بزاف، صحابي وصحاباتي كيضحكوا عليا من هاد راسك 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 اللي كنضل نقول. انا ما كنقولش لك راسك باش وكنقول لك انه الناس اللي دايرين بك خايبين، اولا ما خصكش تشكي الناس اللي قراب ليك. الا كنتو مولفين انه مثلا انا صاحبتي كنتشكى عليها وكتشكى عليا، عادي، ما غاديش نحبسكم انا للناس. مي كنقول لك
راه نمبر 1 في حياتك الصديق المقرب او الانسان اللي كيفهمك مزيان وقريب ليك وخصك تهضر معاه بزاف، ماشي تهرب من الهضره معاه وتخاف انك تسمع ليه وما تبغيش تسمع ليه وتبقى تلاهي براسك باي حاجه. في الفياق كنفيقوا كنديروا شحال من تخربيقه في نهارنا، ما كنحاولوا نلاهيو راسنا. في الليل كنبغيو نشربوا غير شي دواء ديال النعاس باش ما نبقاوش نفكروا داك، كنقولوا لا الاوفر ثينكين. اسمع لراسك، داكشي كيقول لك راسك كتبو في ورقه حطو قدامك، هضر مع راسك قوليه فوالا كيفاش غادي نصلح هاد القضيه هادي، كيفاش ما نبقاش ما نعتبرش هاد الامر هذا اللي مشكل في حياتي اللي كنضل نفكر فيه، كيفاش غادي نحلو، كيفاش غنلقى ليه حل. ماشي غنبقى نفكر وكنهرب من التفكير وكنمشي نعاود لفلان نعاود لفلانه وانا ديما مظلوم وبلادي ما عطاتنيش ووالديا ما عطاونيش وسيد ربي ما عرفت علاش كيدير ليا بحال هكا، واش انا وعلاش انا ودور الضحيه وداكشي. هي شو كلنا ضعفاء وكلنا كنطيحوا كنفشلوا وكلنا كل واحد وعنده شله مطارق كيضربوا ليه في الراس، كلنا ما لاقيناش كيبغينا 100%. مي نسمعوا راسنا اهم حاجه. عارفاكم كاينين شي وحدين غيشنقوا عليا بهاد نهضروا مع راسنا، ولكن شوفوا الا مشيتوا تفهمتوها والله راه كنعطيكم كنز. كنعطيكم نصيحه من ذهب، واخا انا ما كنحملش نعطي نصائح حيت ارى انني لست كفء، زعما ما وصلتش لديك المرتبه ديال الانسانه تعطي نصائح للناس. راه كاينين اللي راه انا كنستافد، انا كناخذ نصائح من الناس، مي كنشوف مازال لازلت في مش الحاضيض عاوتاني، ولكن المهم لازلت في مرتبه اللي مازال ما نقدرش انا نقدم نصائح، فهمتوا؟ ولكن اهم حاجه اللي استفدتها في هاد الاونه الاخيره من حياتي هي انني نسمع لراسي ونهضر مع راسي ونطبطب على راسي ونعاود راسي. نعاود راسي مسبه. المهم نقرب لراسي ونقرب لسيدي ربي. ديك الساعه نقلب واش انا عندي صاحبتي ولا عندي ندري عندي صاحبي ولا ماما ولا بابا ولا خويا ولا اختي ولا الى اخره، فهمتوا؟ كان اهم حاجه انا هذه ما يناقشنيش فيها شي حد، اهم حاجه في الحياه هي انك تكون قريب من راسك، هي انك تعرف راسك، هي انك تفهم راسك، تعرف امتى كنفشل، شنو اللي كيضرني شنو اللي ما كيضرنيش. ماشي المعرفه بالذات هي انني نعرف شنو الاكله المفضله ولا اللون المفضل ولا المسلسل المفضل ولا الاغنيه المفضله ولا الشخص المفضل في حياتي، صافي وهنايا عرفت راسي. نو، حنا راه في الحياه كامله راه ما كتكونش عارف راسك 100%. انا اللي كنظن نقول لكم دابا عرفوا راسكم وكنظن نهضر مع راسي، وانا اكثر انسانه هضرت معاها في هذه الحياه هذه هي انا براسي، ومازال ما وصلتش المعرفه بالذات 100%. ما حنايا في الحياه كنكتشفوا راسنا، كاينين كندوزو من تجارب اللي كنزيدو نكتشفوا راسنا مع الوقت. فميجيش ناريعتي اكثر حاجه كتستفزني هي شي حد يقول لي انا كنعرفك، انا في دوا كنعرفك، انا فاهمك. ما كاينش شي انسان في هذه الكره الارضيه كيفهم انسان اخر واخا يطير حتى السما وينزل. والدينا مواتنا خرجنا من صلبهم ما غيعرفوناش تمام المعرفه. ف من هاد الهضور كاملين فهموا راسكم وهضروا مع راسكم وسمعوا راسكم وبغيوا راسكم وطبطبوا على راسكم. غنبقى نعاودها لكم في كاع لي فيديو حتى طلع لكم في راسكم. مش غريش. مهم علينا بما انك وصلتي حتى لهاد الدقيقه هذه كنبغي نشكرك بزاف انك سمعتي ليا، ويا ربي تكون سمعتي ليا بقلبك، حيت انا راه ديجا كنقول لكم وغنبقى نعاودها حتى هي حتى في كاع الفيديوهات، لانه الهدف ديالي ماشي تسمع ليا بودنيك وصافي دوزت سمعت هذا الفيديو هذا كوسا سمعته حيتاش كنعرفها ف بغيت نشوف ليها فيديو ديالها وندير لها لايك صافي وندوز، اولا غير ما كنعرفهاش كاع هكا باغا نستكشف شنو كتقول. لا، الهدف ديالي هو انه تعتبر هذا الفيديو هذا ماشي انا اللي كنقوله لك، انت تعتبره رساله جايك من سيدي ربي باغي يسمع لك هذا الكلام هذا. لانه اي حاجه في الدنيا ما اللي كنسمعوا ليها، اي كلمه كنسمعوها كدوز في ودنينا، اي تخربيقه في هذا الكون هذا ما كانتش محض صدفه، كل شيء عنده رساله. فبما انك كتسمع هذا الكلام هذا سيدي ربي باغيك تسمع هذه الهضره هذه، فنتمنى تكون وصلت لقلبك، ونتمنى تبغي راسك وتفهم راسك وتهضر مع راسك وتسمع لراسك و... وما تسبقش الناس على راسك.
ما كنقولش انك ما تكونش زوين مع الناس ولا ما تعاونش الناس، راه سيدي ربي كيبغي الناس اللي كيعاونوا الناس، ولكن هذا لا يعني انك تضر راسك باش تعاون الناس. فما علينا باش ما ندخلش لكم بزاف ديال المواضيع عاوتاني. مره اخرى كنقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، يا ربي يدخل عليكم بالصحه والهنا وراحه البال. وهذا ما كان انا فدوى، وهذا كان من القلب للقلب، والسلام عليكم.